نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. مرحبا، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم. مباراة تبدأ بالهتافات والتشجيعات على ادائهم وخروجهم ربما او دموع الارجنتينيين وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الارجنتين. بدأنا المباريات الاقصائية، ديدي رفقة ايتيبو وجون بي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي الخط الامامي إينياتشو، وكذلك احمد موسى الذي كان دائما يسجل عندما صرخه يفضل الكرة البعيدة. وين يا اوتاماندي وين؟ حتى الارجنتين في المباراتين الماضيتين ليس هو الارجنتين بتلك الهويه، وبذلك مع جون بي ميكيل يوصل على بانيجا، انطلق على جلسه كره خطيره، بابا بابا بابا، لقطه بلقطه، كره بكره، فرصه بفرصه، والتوغل من تاغليافيكو مدافع نادي اجاكس. توغل بانيجا، حطها له على طبق، راوغ وسدد كره عاليه بعيده على مرمى فرانسيس اوزو. محاوله التوغل والتسديده بعيده من احمد موسى، مرت سلامات على فرانكو ارماني. يا فرانكو يا ارماني، لم يقحموك في اي مباراة الا في هذه. ضيعتها يا غدير وتنقص إينياتشو 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 إينياتشو. احمد موسى لما حدث له ما حدث لك يا إينياتشو. بابا 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 بابا، جول! لا لا لا، جول! ميسي ميسي ميسي، جول! انت المنقذ يا ليو للارجنتين، ليس سواك منقذ لمنتخب الارجنتين. الارجنتين من دونك ولا شيء. ديغو ارماندو مارادونا يفرح لميسي، نعم استلمها بصدره وحطها ودخل. الارجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو، يفعلها الارجنتين ويفعلها ليو. ميسي يسجل هدفه ال65، ميسي يسجل هدف في نهايات كاس العالم ودخل، سددها باليمنى ودخلت جول. الارجنتين متفوقة على بابا بابا بابا، خطيرة. ليو هداف وليو ممرر، ولا من تمريرة يا ليو في منتهى الروعة في اتجاه هيغوايين الذي يصطدم بالحارس فرانسيس اوزو. بابا 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 بابا، البطاقة الحمراء لا الصفراء، البطاقة الصفراء في هذا المونديال لليون بالاغون. كنت اعتقد بان تشاكير اراد ان يحتسبه اخر مدافع مع اخر مهاجم، ولكن كان مدافع من هنالك. ففي تقدير حكم المباراة اعتبر بان الخطأ غير متعمد شوية، واعتبر كذلك بانه خلفه بانيجا. ليو او بانيجا، الحكم يأمر بانيجا او ليو. ليو يستعيد، ليو يتقدم، ليو يسجل. بابا 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 بابا، القائم ليو كاد يسجل الثاني، القائم الايسر ليوزو ينقذ نيجيريا من كرة جول. عشاق الارجنتين لا يغرنكم هذا السيناريو، عشاق الارجنتين بعيدة بعيدة لاحمد موسى، وخروج ارماني. كان ذكي ارماني، تبع اللقطه كما ينبغي. عارف تشاكير يعلن نهايه هذا الشوط الاول في بيترسبورغ ستاديوم، ضغط رهيب. الارجنتين متقدمه بفضل ميسي، الارجنتين كانت افضل، نتمنى مستوى افضل في الشوط الثاني. بسم الله مجددا كما كان متوقع. الكره مرفوعه عبر القائم الاول والدفاعي، ضربه جزاء. حكم المباراه يعلنها ضربه جزاء للارجنتين. هاو الكره وهاي الرميه وهاي الضربه التي تقلب الموازين. يقول لهم الحكم تشاكير اوكي احتجيتوا، خلوني نسأل مجددا من ضربة جزاء، ضربة الجزاء 21. بابا بابا، جول بالبراعة والروعة والدقة اللازمتين. فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجة. الارجنتين الارجنتينيين يا موريا. بابا 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 بابا، الحكم يقول لك انهض، ليس هناك اي شيء. حكم تاياي قالوا راجع يا بانيجا. موسى دخل، احمد موسى مازال، احمد بابا 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 بابا، احمد مررها لموسى، موسى كاد يمررها مجددا وياتي الجول. لم تكن فيها ما يلزم هذه التوزيعة من بافون. خطيرة، بابا بابا بابا، التسديدة، بابا 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 بابا، ويلفريد نديدي كاد يسجل جول ثاني للجي.
بابا هيغوين. متى تسجل يا هيغوين؟ إن لم تسجل الآن وفي المونديال وفي هذا الوضع متى تسجل يا هيغوين؟ ضاعت. يا إيغالو ماذا ضيعت؟ كرة التأهل الآن كانت بين رجليك يا إيغالو، ولكن فرانكو يا إيتيبو لو تفعلها، يا إيتيبو لو تفعلها، إيتيبو يستعد، إيتيبو جول، دخلت ولكن في الشباك الصغيرة يا إيتيبو. ميركادو الأرجنتين من تحت الأنقاض تصحو وتسجل جول. الأرجنتين من تحت الأنقاض تعود وتسجل جول. الأرجنتين ب7 أنفاس. ميتزا وليس ميسي. الأخيرة يبعث المونديال مجددا. نعم يبعث المونديال مجددا. جيريا تخرج لأنها لم تلعب بالشكل المنتظر. الكل يطلب حكم المباراة أن ينهيها. عزيزي المشاهد، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا لا هعرف اكذب عليك واقول لك دي ب50,000 ولا حتى ب30,000، لان كلنا معانا عملات وكلنا عندنا عملات ومش عارفين نعمل بيها ايه. انا ممكن اقول لك العملة دي ب50,000، تروح السوق تلاقيها ب5 جنيه، تروح المحل تلاقيها ب100 جنيه. عزيزي المشاهد، احنا بنسمع ارقام وبنسمع حاجات عمرنا ما سمعناها وعمرنا ما شفناها. كانت كل الناس معاها عملات وكل الناس كانت بقت اغنياء. صدقني عزيزي المشاهد، انا مش هعرف اكذب عليك ولا هعرف اقول لك غير الحقيقة. فانت لو انت عايز تسمع مني الحقيقة وتنزل تشوف الحقيقة بعينك، انا هوريها لك لغاية عندك. انما انا لا هعرف اكذب عليك ولا هعرف اقول لك حتى دي ب50,000. كلنا كنا لما بنلاقي عملات زمان كنا بنحاول نتخلص منها وما كناش بنديها اهمية. كنا بنشوفها من غير قيمة وملهاش لازمة وملهاش اي فايدة اصلا، نظرا لمرور اعوام وازمنة على العملات. وفي نفس الوقت كان في ناس كتير جدا بيحرصون على الحفاظ عليها، كانوا بيحاولوا يحافظوا عليها كذكرى من اجدادهم، وزمن عدى عليه على العملات. وبين عدم تقدير قيمتها والحفاظ على العملات كذكرى ثمينة، كان في ناس كتير جدا 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 لقوا في طريق العملات سكة للتجارة وتحقيق مصدر ربح. لان العملات في ناس كتير بتربح منها في الاستحواذ على أهمية ناس كبيرة جدا جدا جدا. كمية كبيرة من الناس استحوذت العملات الفترة اللي فاتت، الفترة كبيرة جدا جدا، أهمية ناس كتير جدا. وخلال الفترة الأخيرة وكله بيدور عن أماكن بيع وشراء العملات عشان يكسب منها، وعشان خاطر انت عندك عملات كتير عايز تبيعها، فانت مش عارف تعمل ايه بالعملة اللي معاك ومش عارف سعرها ايه ولا مين اللي هيشتريها منك. فكله بيستغل الحتة ديت، وان هو بيطلع يقول اي اسعار ويهبد اي حاجة، ومحدش فاهم اي حاجة في اي حاجة خالص. 10 مليم النسر، سنة اصدار العملة 1960 ميلادي، 1380 هجري، الجمهورية العربية المتحدة. 10 مليم النسر، نوع العملة مصنوع من الألمنيوم والبرونز، شكل العملة دائري، وزن العملة 4.9 جرام، قطر العملة 23.2 ملي. سعر العملة في السوق المصري عشان محدش يضحك عليك 150 جنيه، عشان محدش يضحك عليك وانت بتشتري او بتبيع العملات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتدعمنا لتنزيل كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.